الزمالك والترجي التونسي التي تجمعهما حاليا على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. تقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد مع بداية المباراة. ضغط الزمالك وكثف الضغط حتى الدقيقة 9 من عمر اللقاء، والتي شهدت هدف التقدم للفارس الأبيض عن طريق سيف فاروق جعفر بعد تمريرة سحرية من أحمد زيزو. وكاد الزمالك أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 11 بعد خطأ حارس مرمى الترجي، واستمر الضغط الأبيض وسط تأمين دفاعي من الترجي، وضمن تشكيل الزمالك من حراسة المرمى محمد صبحي وخط الدفاع وحمزة المسلوني ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح، وخط الوسط نبيل الدونجا ومحمد أشرف روقة وسيف جعفر، وخط الوسط أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي. وجاء تشكيل الترجي التونسي كالآتي: حراس المرمى معز بن شريفة، وخط الدفاع رائد بوشني وياسين مرياح ورائد بوشنيبة ومحمد أمين توجاي وحسام دقدوق، وخط الوسط غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، وخط الهجوم أنيس البدري ومحمد بن حمودة وحمدو الهوني. ويعتلي الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفا ب4 نقاط، ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث في 3 نقاط، والزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. أعزائي المشاهدين، بشكركم على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن انتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.